في الشأن الحزبي احتضنت الدار البيضاء أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية. المؤتمر يسعى إلى انتخاب الأمانة الإقليمية للحزب وتعزيز حضوره التأطيري والتنظيمي على المستوى المحلي. ليلى أسلي، عبد الرحمن زيان ورضا فجاح. المؤتمر الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بعين الشق بمدينة الدار البيضاء محطة تنظيمية تروم تعزيز الهياكل الحزبية وتقوية حضورها الميداني انسجاما مع توجهات الحزب. مناسبة تم التأكيد خلالها على أهمية الانخراط المسؤول في الحياة السياسية. هذا العمل كيقوم به الحزب طيلة سنوات، لأنه كيدخل في إطار العمل التأطيري والتنظيمي اللي كيقوم به. هذا الدور ديال الأحزاب السياسية أنها تساهم في التعبئة الوطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، والنجاح ديالها المدخل ديالو الأساسي هو المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأن هذا حق وواجب وطني على الجميع أنه يساهم فيه من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة. المؤتمر الإقليمي تميزت أشغاله بعقد الجمع العام التأسيسي الخاص بانتخاب الأمانة الإقليمية لمنطقة عين الشق. هذا المؤتمر هذا هو تجديد الهياكل ديال الحزب داخل عملية مقاطعة عين الشق، والحمد لله جا الانتداب ديالي كأمين إقليمي في هذه المنطقة هذه، وحنا بالدور ديالنا كنهيكلوا الأمانة الإقليمية، ومن بعد ان شاء الله غنهيكلوا الفروع الاربعه اللي هو فرع دكان سيدي مسعود، فرع سيدي معروف، فرع عين الشق، فرع كاليفورنيا الشريفه. محطة شكلت فرصة للتأكيد على مواصلة الانفتاح على الكفاءات المحلية والشباب والنساء بما يعزز حضور الحزب على مستوى عملة مقاطعة عين الشق.